قريت انا كتبتها الروايه، كتبتها وكانت محطوطه، كتبتها ممكن في عام، لكن التنقيح تاعها وزيد هذه ونقص هذه والبناء الروائي وهذه الامور كانت تعلمتهم مع الوقت. ما قدرتش اني انا مع الاول كانت مسوده، انا كنت حاسبها روايه كانت مسوده. الحاجه المليحه اللي درتها اني بعثتها لاساتذه كبار قراوها والحمد لله، قراوها لي مقبل قالوا لي حسن راك دير بطاك بها ما تنشرش الساعه. كل مره واش نعاود فيها، كل مره واش ندير فيها، كل مره ساعات يزيدوا مواضيع، ساعات نقص موضوع، ساعات كذا. نحاول ما نتخطاش الحدود تاعي بزاف بالصوره تاعي يعني. باه خرجت الروايه في 4 سنين وحبيتها خاطر الروايه ورشه، استمتعت بها، استمتعت في كتابتها. كاين امور كتبتهم وانا نبكي، وكاين امور كتبتهم وانا ميت بالضحك. هذه هي المتعه تاع كتابه الروايه. الشهرة رانا في عصر، في الجلسة هذه كنطلع درك ندير فيديو نقول هضره ما استخدمش شهر. سامحني يعني في هذه النقطة بالذات، يعني من خلال كلامك ومن خلال الكلمة الأخيرة أنك وجدتي نفسك في الرواية، استوعبت أفكارك واستوعبت رؤاك، فوجدتي نفسك فيها. يعني هي كأنك هي اللي ذهبت إليك وليس أنت اللي ذهبت إليها. تفضل سيدي سلام. مساء الخير وغنقدر حسن هالطال بيننا. بالنسبة لي أنا اطلعت على الرواية نقدر نقول في أكثر من 3 فصول، و3 فصول نقدر نقول سمحت لي أني نكون فكرة ولو على البناء الشكلي للرواية. لماذا البناء الشكلي؟ لأنه هذا نقدر نستشفوه حتى من الصفحات الأولى. أما الرواية ذاتها كعمل، ككيان، كطقس، كمناخ كامل، فهذا طبعا لآخر صفحة. أنا لقيت في الشكل إنه الرواية ماخذة شكل نقدر نقول شكل الحكاية وليس الرواية، لأنه في السرد نلقاو كاين الرواية، كاين القصة، وكاين الحكاية أيضا. وش اللي يميز هذا على هذا؟ أنه الحكاية تكتفي من السرد بالهيكل نتاعو، بالحكاية في أحداثها، في تطورها الكرونولوجي. هذا هو اللي تكتفي به الحكاية. ولاحظت أنه روايتك تكتفي بهذا الشكل تاع الحكاية. أما الرواية فأعتقد أنه لازمها روح، وهذا هو اللي ما يعرفوش كثير من الكتاب. وعلى فكرة ما يعرفوش حتى كثير من الكتاب الراسخين، لأنه كثيرا ما نقرأ روايات تاع كتاب يعني ذوي تجربة كبيرة، لكن في الآخر تلقى عمل من أعمالهم، ربما مش كل الأعمال، لكن عمل من أعمالهم تلقاه عبارة عن حاجة خارج الرواية. لماذا؟ لأنها تفتقد الروح الرواية. لأنه أي عمل إبداعي لازم له روح، وأنا كيفاه نخلق روح؟ ما نخلقهاش من خلال الكتب، وما نخلقهاش من خلال الأكاديمية، وما نخلقهاش من خلال النقد وما تقوله النظريات الأدبية، وما نخلقهاش من خلال الورشات اللي تعمل يعني اللي تنجب هنا وهناك. لا، روح العمل الإبداعي يتخلق في ذاته. كيف يتخلق في ذاته؟ يبقى سر يعني مغلق، كل واحد يلقى له حسب التجربة نتاعو يلقى له الحل نتاعو. هذا فيما يخص يعني الشكل عموما تاع الرواية. كنت قلت درك نقطة حول الخاطرة، قلت كتبت الخاطرة بصح أنا أخجل أني ننشرها. أنا كان في بدايات كتبت الخاطرة، ودرك كنت نتمنى أنه كان عندي نصوص كفاية أني نخرجها في كتاب. الخاطرة لا،
انت يا قلتي انها ضد الاكاديميا. قال ليست عمل الأكاديمي. لا يعني انه الادب والابداع اصلا وهو في موضع مضاد للاكاديميه. فهمت؟ الاكاديميه اي عباره عن حسابات. فهمت؟ فبالتالي ما يقوله النقد او يقوله لذاته النقد ولا يقوله لنا كمبدعين. فهمت؟ هو مش يوجهنا النقد والأكاديمية والأساتذة الجامعيين هم يخلقوا نظرياتهم حول الأدب، ما يخلقوناش طريقة نحن باش نكتبوا. لا، بالتالي أنا نشوف يعني إنه الخاطرة فن راقي جدا وصعب جدا. فهمت؟ وأنا أحبه وأقدره بعد عمر يعني. وأنا كنت تمنيت كتبت بما فيه خواطر كنت نحن ننشرها في كتاب واستجابة لهذه الرغبة. وش قاعد نعمل أنا في تجربتي الحالية؟ أنا نكتب القصة القصيرة. وش نعمل في حاليا؟ إنه قاعد ندمج في الخاطرة داخل القصة القصيرة. طبعا هذه تحتاج التجارب، تحتاج النص وأكثر من نص. ممكن نديرها بشكل ونديرها بشكل آخر. أيضا إنه نتذكر إنه عندي مدة قريت رواية تاع يوكيو موشيما. أتصور إنه فصل كامل منها لا يقول شيء، بصح أنت كي تدقق فيه مليح تلقاه عبارة عن خاطرة. فصل كامل يسرده سردا. فهمت؟ تقول لي وش هذا علاقة بالرواية؟ لأنه عندها تسلسل ما هكا وعندها سياق ما. وش يعمل هذا الفصل في وسط الرواية؟ لكن في تدقق مليح تلقاها عبارة عن خاطرة. يعني الخاطرة أي مدمجة في كل الإبداعات تقدر تلقاها حتى في الشعر. وإنها تستقل وحدها بالعكس أنا أشوفها فن راقي وجميل ومحترم وبإمكانه أن يقول ما لا يقوله لا القصة لا الشعر لا أي فن آخر. نعم. هذا سلوى ولا نسمع سعيد؟ ما نطولش عليكم صح ولا لا؟ ها؟ ما نطولش عليكم. ما زال اليوم راح نطول انا الوحيده اللي قريت الروايه. لا ما قرأ الروايه ايضا. شكون أنا أكيد مضيف. تعكس الجلسه ما تقدرش. لا حبيت طلع عليها انا قريتها كامله وتعبت شويه. عارفه الهوسبيتاليزي ديجا. اول حاجه نرحب بالكاتب الجميل نصا وشكلا حسن عطار في بيتنا ونتمنى ان شاء الله ما تكونش فرصه اخيره لكم بيننا. ونشكر اتحاد كتاب الفرع الاستاذه سميره وكلهم يعني على هذا الفضاء الجميل المفتوح على النقد المفتوح على اللقاءات. وكنا نرسل لقجلسنا جلسه طيبه والوعد بانه كاين جلسات قادمه ويبقى نفس الجو. الحمد لله لقيناه اليوم. فقط اسمحوا لي يعني اعيد قليلا يعني كون لما يكون جاي كاتب نتمنى نديروا خطه. بالك الاستاذ فصيح تعجبه الفكره هذه، خطه توزيع الروايه يعني سواء كان نصا الكترونيا او نصا مجسدا. نتمنى الكاتب المره الجايه يبعث الكتب تاعو قبل باسبوع نطالعوا عليها في اريحيه. انا في كل حاله خليني نكمل اسمح في كل حاله انا نقرا يعني حتى في ليله واحده نقدر. انا تحديت النوم ما رقدتش كان لازم نرقد ما رقدتش الصباح وزدت كي نرقد دوزة قهوه وكملت حوالي 70 صفحه اخرى في الجامعه. نعم شرف لي. انا ما سمعتش. شرف لي. ربي يخليك. وهذا ضروري. إنسانية ملائمة. هي أولا لازم يكونوا حقيقة معينة. هي أخلاقيا مش لازم يكون مثال بقوسين كاتب عالمي باش أنا نقرأ ونروح نشتري رواية. وهذا عيب كبير. بالعكس راني مع كل كاتب ورانا مع كل كاتب يخطو الخطوة الأولى ويبني مشروع كيما البيت. نبداو بالبيت الصغير ومن بعد بشوية بشوية يكبر هذاك البيت يولي شالي ولا فيلا. من تقدر الطموح تاع ذاك الانسان البناء ولا الساكن تكون هذيك الدار في مستوى الطموح تاعو. كذا نفس الشيء بالنسبه للابداع. ما غاش روايه. اول حاجه راح نتكلم على نقطه مهمه. ممكن
باش نعرض واحد الفكره بزاف ذات قيمه علميه ابداعيه فنيه مهمه جدا فيما يخص النوع الادب اللي يكتبوه. صح كاين انحياز كبير